ليه بنسامح اصلا وهم فعلا غلطوا في حقنا؟ عميله عندي قالت لي انا مش هسامح. قلت لها حلو، تعالي نشوف مين مأذي اكتر، مين اللي بيتعذب اكتر. انا هبه فوزي NLP لايف كوتش في مؤسسه نادي ان ايجيبشن جيرل. وفي الفيديو ده ليه التسامح عشانك انت مش عشانهم، مفيد لجهازك العصبي انت مش ليهم. كلاينت عندي اتخانقت مع جوزها طول الاسبوع، مكشره غضبانه ومش عارفه تتعامل، وهو واكل شارب نايم عادي جدا. هي ضغطها عالي. الغضب عزيزتي عامل كانك ماسكه جمره سخنه وقافله عليها في ايدك، مستنيه اللحظه المناسبه عشان تحدفيها عليه، بس ايدك هي اللي بتتحرق، وجسمك وجهازك العصبي كله حاسس هنا بالانذار، بالتهديد والخطر، وجسمي كله في حاله السرفايفل مود، مش عارف ولا قادر يهدى. الغضب اللي جواكي عامل بالظبط زي ما يكون واحده عماله تشرب في سم ومستنيه اللي هي غضبانه منه يموت لوحده. احنا بنشوف ايه الدرس المستفاد وبنتعلم من اخطائنا وبنسامح علشان نقدر نكمل وتعيشي مرتاحه، مش علشانه هو خالص، ولا علشان تحرري اللي قدامك او تخليه يرتاح. اللي ضايقك مش شرط اصلا يعرف انك سامحتيه، انت بس اللي محتاجه سامحي وتحرري نفسك من الغضب اللي جواكي. تابعي لو انت لسه شايله غضب جواكي من حاجات اذتك قديمه، علشان هنا هنعلمك ازاي تسامحي وتتحرري منها، علشان هنا بنبني سوا الشخصيه اللي قادره تخلق الحياه اللي طول عمرك بتتمنيها، مش اللي بتتفرض عليك. وبس خلاص.